في وسط مدينة الإسكندرية وفي قلب حديقة النزهة اللي كلنا عارفينها، بيختفي مكان صغير يمكن ناس كتير ما تعرفوش، لكنه بيحكي قصة كبيرة، قصة ملايين السنين من الحياة على كوكب الأرض. النهاردة هنتكلم عن متحف التاريخ الطبيعي بالإسكندرية، واحد من الكنوز المنسية اللي لازم تزورها على الأقل مرة في حياتك. بس قبل أي حاجة اعمل لايك واشترك في القناة. كمل الفيديو للآخر عشان فيه حيوانات متحنطة في مية حافظة. أول ما تدخل المتحف هتحس كأنك دخلت فيلم وثائقي، الهدوء والرائحة القديمة والزجاج اللي وراه كائنات غريبة، كل تفصيلة فيه بتشدك. المتحف موجود جوه حديقة الحيوان ومساحته مش كبيرة، لكنه مليان تفاصيل وعينات نادرة، تماسيح محنطة، طيور ضخمة، هياكل عظمية كاملة للحيوانات ما تتخيلش إنك ممكن تشوفها من قريب. هتلاقي كائنات بحرية محفوظة في محاليل وقواقع نادرة من أعماق البحر الأبيض المتوسط، وأسماك شكلها مرعب وغريب في نفس الوقت. العجيب إن أغلب الكائنات دي كانت موجودة في بيئتنا المصرية، وبعضها لسه بيعيش بينا لكن بنشوفه نادر جدا. المكان فيه قسم مخصص للزواحف والبرمائيات زي السلاحف والثعابين، وكلها معروضة بشكل علمي منظم وعليها بيانات تعريفية بسيطة. كمان في جزء خاص بالحشرات، وده من أكتر الأقسام اللي بتفاجئ الزوار، لأنك هتشوف فراشات وخنافس وعناكب محنطة بألوانها الحقيقية وكأنها لسه عايشة. اللي بيميز المتحف فعلا هو إنك مش بس بتتفرج، لأ، أنت بتتعلم. هتفهم شكل البيئة في مصر زمان، وهتشوف التنوع الضخم اللي كان موجود في الحياة البرية، والأهم من كده هتحس بقيمة كل كائن مهما كان صغير أو بسيط. الزيارة مش هتاخد منك وقت طويل، لكن هتفضل فاكرها. المتحف مناسب للأطفال والطلبة وكمان لمحب التصوير، لأن الإضاءة جوه حلوة والمعروضات قريبة منك بشكل يخليك تاخد صور رهيبة. في الآخر، متحف التاريخ الطبيعي مش مجرد مكان فيه كائنات محنطة، ده دليل حي على جمال وتعقيد العالم اللي حوالينا. مكان بيعرفك إن كل تفصيلة في الطبيعة ليها قصة، وكل كائن له دور. لو رايح النزهة يوم، ما تفوتش الفرصة تدخل المتحف ده. ادخل وشوف عالم كامل من الكائنات اللي بتشاركنا الكوكب أو كانت بتشاركه من آلاف السنين. التحنيط بالمياه هو طريقة حديثة لحفظ الأجسام باستخدام سوائل خاصة زي الفورمالين. الجسم بيتنقع في خزان مية فيها مواد حافظة تمنع التحلل والبكتيريا. الطريقة دي بتحافظ على شكل الجسم وبتمنع الروائح الكريهة. تستخدم في المعامل والمتاحف، مش في التحنيط الفرعوني التقليدي.